في سؤال بيتكرر كتير: ليه ابني طول اليوم بيزن ويطلب الحاجة 1000 مرة؟ لو عايز ياكل بيفضل يزن، لو عايز يشرب يزن، لو عايز أي حاجة يزن. هل هو عنيد بطبعه ولا في سبب تاني ورا الموضوع؟ بصراحة يا جماعة، أول حاجة إننا نحمد ربنا إن طفلنا زنان، لأن في أمهات وآباء كتير جدا نفسهم يشوفوا ابنهم يتكلم ولو حتى كلمة واحدة. تاني حاجة، الزن مش معناه ان الطفل عنيد، الزن معناه انه لقى طريقة توصله للي هو عايزه، او مش لاقي اسلوب تاني يطلب بيه. طيب اسبابه ايه يا جماعة؟ ساعات بيزن علشان ياخد اهتمام، او لانه اتعود ان الزن بيجيب نتيجة، او لانه مش بيعرف يعبر بالكلام غير بالطريقة دي. واوقات تانية ممكن يكون تعبان او جعان او زهقان. والحل هنا يا جماعة حل ان في اول حاجة ما تستسلمش للزن. لو قلت لا على حاجة خليها لا دايما. تاني حاجة، اديله بدايل، يعني مثلا تحب العصير ولا المية؟ تالت حاجة، تجاهل الإيجابي، يعني لو بيزن علشان يشد انتباهك سيبه شوية ولما يهدى كلمه. رابع حاجة، امدحه وقت ما يطلب بهدوء، قول له برافو عليك طلبت من غير زن. خامس حاجة، خصص له وقت يومي صغير تلعبوا أو تتكلموا فيه علشان يحس بالاهتمام من غير زن. يا جماعة، ابنك مش زنان بالفطرة، هو بيتعلم من رد فعلك انت. لما يلاقي ان الزن ما بيجيبش نتيجة هيبدأ يطلب بهدوء، وقتها الزن هيختفي والبيت هيبقى أهدى بكتير. لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة، لأن الفترة اللي جاية هنقدم حلقات قوية جدا للأطفال وإزاي نربي أولادنا.